شجاعة الأصدقاء السبعة، مواجهة الرعب والمهرج المرعب في فيلم نت. تدور أحداث فيلم إت الجزء الأول، المستوحى من رواية الرعب الشهيرة لستيفن كينغ، في بلدة ديري الصغيرة بولاية مين الأمريكية خلال صيف عام 1989. يبدأ الفيلم بمشهد اختفاء الطفل جورجي دينيبرو، الذي كان يلعب بقارب ورقي صنعه شقيقه الأكبر بيل. يطارد جورجي القارب الذي يسير بفعل الأمطار حتى يسقط في مصرف مياه. هناك يلتقي جورجي بمهرج مخيف يدعى سي. تمر الأشهر وتنتشر حالات اختفاء الأطفال في ديري، مما يثير خوف الأهالي. بيل، شقيق جورجي الأكبر، لم يتوقف عن البحث عن أخيه المفقود ويصر على اكتشاف الحقيقة وراء اختفائه. يشكل بيل مجموعة من أصدقائه